بسم الله الرحمن الرحيم. وانت ساكت بيبقى فيه دايما صوت مش ساكت، الصوت اللي جواك، صح؟ ده صوت النفس، والصوت ده قوي جدا، يا ياخدك في حتة ايجابية يا يوقعك وياخدك في حتة ضلمة، وانت طول اليوم في نقاش داخلي، في صراع مع الصوت بتاع النفس. هي عايزة حاجة، انت عايز حاجة، هي كسبت، انت ماشي وراها. من ضمن الحاجات اللي تقدر تحافظ بيها على نفسك هي التفاعل مع شاشة الموبايل، لان دي مؤثرة جدا. انت وانت بتتعامل مع الموبايل، بتقعد تتكلم مع الموبايل بصوت عالي؟ لا، بتبقى ساكت. فاللي بيتفاعل مع الموبايل هو نفسك. فلما بتدخل في العالم ده انت بتدخل على مئات الالاف من البشر ساكتين زيك برضو بيتفاعلوا مع الموبايل. شايف كمية الأنفس اللي أنت بتتفاعل معاها؟ أنت بقى أنت ناقص، يعني أنت الصوت اللي عندك كافي عشان تقدر تتعامل معاه وتقدر تسيطر عليه. هل أنت عندك القدرة إن أنت تخش تتفاعل مع الأصوات دي كلها؟ أكيد لأ طبعا، وهي مؤثرة وتوكسيك جدا على فكرة. فلازم وأنت بتتفاعل مع الموبايل تخلي بالك من حاجة، إن أنت ما تقراش الكومنتس. مش لازم تعرف رأي الناس، يعني هو رأيهم مش مهم أصلا، فمش لازم تخش تعرف رأي الناس في البوست اللي محطوط. مش لازم، خلي بالك من الحتة دي، لأن أنا لما بقعد أتفرج كده أنا بجد الناس بتصعب عليا، يعني واخدينها بجد قوي، مش بجد أصلا، مش بجد. فما تاخدوش الموضوع ده جد، ما تفتحوش الكومنتس، خلي بالكم من أنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.